السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد لي أوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بتضلوا بخير على طول. وتعالوا ادخلوا اليوم معي على مطبخ أكاديمي فود لنحضر ألذ صينية معكرونة بيتزا. خطيرة هالوصفة وبتمنى الكل يجربها، سهلة وسريعة وأطيب غدا لكم وللعيلة. ومين ما بيعشق المعكرونة والبيتزا اليوم رح تاكلوهم مع بعض، ميكس أكتر من لذيذ. يلا تعالوا نعمل هالوصفة سوا. وبالبداية سلقت كيس معكرونة 400 جرام، طبعا اختاروا شكل المعكرونة يلي انتو بتحبوها. رح نتبل هالمعكرونة بصوص أبيض جدا مميز، وهالصوص مكون من 3/4 الكوب كريمة طبخ، بنزل عليها علبة قشطة، وكمان معلقتين كبار جبنة سائلة، وفصين توم مهروسين. بحرك المكونات سوا كتير منيح ليندمجوا تماما. وبصينية الخبز بنزل المعكرونة يلي سلقتها، بضيف عليها الصوص الأبيض وبحرك كتير منيح لتتغلف كل حبات المعكرونة بهالصوص اللذيذ. وفوق الصوص الأبيض بضيف صوص البيتزا، أروع صوص منزلة طريقته بفيديو سابق، رح أترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف مع المكونات يلي منحتاجها لهالوصفة. طبعا انتو فيكم تحضروا صوص البيتزا اللي انتو معتادين عليه، أو ممكن تتقيدوا بالصوص يلي أنا محضرته بفيديو سابق. بوزع صوص البيتزا بهالشكل فوق المعكرونة ليتغطى الوجه تماما بهالطريقة. وهلأ مثل وقت بتحضروا البيتزا، بعد دهن الصوص منضيف جبنة الموزاريلا. أنا دايما بضيف الجبن فوق الصوص مباشرة، وبعدين بوزع الخضار، هيك بتثبت الخضار على الوجه وبنفس الوقت بتضل واضحة، وشكل البيتزا بتطلع جدا مرتب وأنيق. وفوق الجبن رح أبدأ بتوزيع الفلفل الرومي الأخضر يلي قطعته بهالشكل، أكيد فيكم تستخدموا فلفل ألوان حسب الرغبة. برجع كمان بوزع شرائح من الزيتون الأسود، كمان فيكم تستخدموا الزيتون الأخضر حسب المتوافر عندكم. وأنا بحب ضيف شرائح من الطماطم على وجه البيتزا، إذا بتحبوا ضيفوها بتعطي طعم لذيذ وشكل جميل. وآخر إضافة وأروع إضافة للبيتزا هي شرائح جدا رقيقة من البصل الأبيض، هي ألذ إضافة للبيتزا صراحة. شفتوا قد ايه هالوصفة سهلة وسريعة جدا بالتحضير، صارت جاهزة لندخلها على الفرن. تقريبا بتحتاج بالفرن 20 دقيقة. منشغل السفر وبعدين منشغل الوجه لتاخد لون ذهبي خفيف، الشكل ملفت لأبعد حد. وميكس المعكرونة مع البيتزا يا بنات خطير جدا، جربوها. وصراحة ما بتوقع في أطيب ولا ألذ ولا أسهل من هيك وصفة غدا أو عشاء أو حتى للجمعات والمناسبات، عن جد لا تقاوم. ولكل عشاق المعكرونة والبيتزا هي الوصفة لكم. ولا تفوتكم وصفات مطبخ أكاديمي فود، مناسبة للجميع والكل رح يحبوها. كل الوصفات بتلاقوها بقوائم التشغيل مرتبة بملفات مشان ما تتعذبوا وانتو عم تدوروا على الوصفة يلي انتو محتاجينها. يلي ما مشتركين بالقناة بتمنى تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد أول بأول. كانت معكم شيف ريم، ملتقانا بفيديو قادم. لا تنسوني من دعواتكم. استودعتكم الله.